من كتر ما اتعودت اصور لكم بفلتر حاسه ان انا شكلي غريب ومتغير عشان بصور لكم من غير فلتر. وانا اصلا كنت بصور بالكاميرا العاديه اللي هو بجد التيك توك ده مصيبه. المهم انا جايبه لكم اختراع. شايفين البتاع ده؟ اقسم بالله البتاع ده كنز. انا كان عندي مشكله طويله جدا بسبب موضوع جفاف الكعب الرجل في الشتاء وفي الصيف كمان والله، لان انا ما عنديش تقريبا رجلي ما بتعرقش خالص، ما فيش مسامات العرق عندي ما اعرفش فيها ايه، كميه جفاف في الصيف وفي الشتاء، خاصه في الشتاء بقى الموضوع بيزيد زياده عن اللزوم بجد. كان عامل لي ازمه. وكنت دايما بروح احاول اعمل باديكير والحاجات دي، بس بجد مكلفه، غير انها مكلفه كنت بروح البيت تاني يوم بالظبط ارجع زي ما كنت ولا كاني عملت اي حاجه. كميه جفاف مش طبيعيه، فمحتاج 24 ساعه ترطيب، وانا عندي مشكله ان انا ما بحبش الترطيب خالص. مش ما بحبش الترطيب، ما بحبش ملمس الفازلين والمرطبات والمراهم والحاجات دي، بجد ما برتاح لهاش. وما بعرفش انام وانا كمان حاطه حاجه من دي. فايه البتاع ده طلع كنز. شايفين هو زي المبشره كده، اي جلد ميت اقسم بالله وانت بتتوضي، بس اتوضي وخلصي وضوءك او قبل الوضوء، هي بتبقى بعد الوضوء لانها اخر خطوه، ميه دافيه من الحنفيه احنا حاليا في الشتاء، ومشيه على كعب رجلك وعلى اي مكان فيه جلد ميت او جفاف، بصوا في ثانيه في ثانيه مش محتاجه غيره. وبعده رطبي والبسي شرابك واخرجي عادي. ما احنا محتاجين برضو نرطب، حتى لو بنكره الترطيب برضو محتاجينها، ولو حتى ترطيب بسيط كده، حاجه بسيطه يعني كده كانك لوشن، حاجه بسيطه فاهمه. كنز كنز يعني، هي مره في اليوم، مره واحده مع وضوء الصبح مثلا او بالليل قبل ما تنامي. خطير بجد البتاع ده. وكنت جايباه تقريبا ب20 25 جنيه، بس دورت عليه في المكان اللي انا فيه كتير وما لقيتهوش، فلقيته بالصدفه وانا بره مع صاحبتي جبته، وهي جابت لنفسها واحد كمان، بجد تحفه تحفه تحفه. كنز اللي هو انت مش محتاجه اصلا بقى مجموعه قد كده للحاجات للقدم ومقشر وبتاع، هو مجرد ده ومقشر. عايزه تعملي بقى وش رجلك عادي، ممكن تعمليه بالمقشر بتاع الجسم عادي، اللي هو السكراب العادي، وانت بتعملي كده كده الشاور بتاعك تستخدميه عادي. بس قلت بس افيدكم لانه بجد البتاع ده معرفش اسمه ايه، وتحفه وبيتعلق وعشان تنزلي اي ميه منه عشان ما يتكونش ميكروبات او كده، وتحفه قوي بجد. فبس باي باي.